السلام عليكم متابعيني العزاز، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفلوق واعر بزاف. واحد البارك يلا تحل هنا في مدينه شيشاوا كما كتشوفوا. عرفتي هي المنظر ديالو الروعه، وداك الشيء بحال كاينين في وسط مرزوقه، بحال كنتو في وسط الصحراء. هذا مكان. المهم انا غنبدا معكم الفلوق من هنا ان شاء الله كما كتشوفوا. من بعد ما قديت، من بعد ما لبست وليداتي، من بعد ما قديت دابا كنقاد الفولار ديالي ولبست هاد الكسيوه، يعني هي اللي غادي تصلح ليا تما، حكم انه كيجيو لي العائلات بزاف وكيجيو لي الناس بعائلاتهم بمواتهم بعدايزهم، يعني بلاصه نقيه، يعني ماشي اي واحد كيدخل ليها. المهم كما شفتوا يعني الفولان درت ليه غير هكا، ودابا ان شاء الله غادي نكملوا الميك اب ديالنا باش ان شاء الله غنمشيو. وهنا كما شفتوا مشيت مع الزوج الكريم ومشيت مع وليداتي ومشيت مع صاحبو ومراته وبنته. المهم مشينا مجموعين يعني اون كومبل. ايوا صافي دابا كما كتشوفوا الاوتفيل تاع رميسه هو هذا، الكسيوه مع الصبيبيت مع القرينات مع الفليل، يعني كما كتشوفوا تبارك الله والصلاه على النبي. البنيوته عندي عرفتي عاجبها الحال وملي عرفت راسها غادي تخرج عرفتي طارت بالفرحه وكتسنى لي متى نقولوا لها يلا. المهم هذا مكان مدابزه مع نحيد ليها السكاده ما باش تحيدها. انا صافي ركبنا مع الطوموبيل تاع دوك الناس اللي مشينا معاهم، حيت مشينا كما قلت لكم مجموعين. صافي انا رميس كدير لكم باي باي. ايمن وحكيم، حكيم عرفتي قتلني بالضحك حيت عنده 2 سنينات ما كاينينش، قلت ليه كضحك ودوك الشراجم ديال كيبانوا. المهم صافي المهم شدينا الطريق تقريبا ما بين السكنه ديالي وهذا البارك هذا واحد ما كاملاش 5 دقائق بالطوموبيل، يعني برجل غادي تكون تقريبا ديك 15 دقيقه حتى ربع ساعه. الدخله ديالها هي هذه. صافي ان شاء الله دابا غادي ندخلوا باش تشوفوا معايا هاد البلاصه. كما شفتوا يعني لو وصلتوا شيشاوا كتشدوا طريق تصويره، هو كاين ما بين شيشاوا وسيد المختار. الناس اللي عارفين تقريبا بعيد على شيشاوا بديك 6 كيلومتر حتى ل 10 كيلومتر، ما كاملاش كاع ما كاملاش. هذه هي الدخله كتدخلوا مع هاد الكراسه هادو اللي دايرين بحال تاع الاختزانه. ايوا كاينه هاد الجلسه هادي عاد كتخرجوا للجرده اللي فيها الخوامي، يعني ماشي الخوامي، فيها الخيام بحال الشكل تاع مرزوقه، وفيها هذا بلاصه العواد فاش كيطيبوا، كاينين الطواليطات ها هما، وكاينين الخيام يعني كتمشي غاتوي كتدخل وكتكونسومي. وكاينين الحيوانات، كاين البط، كاين الدجاج تاع برا. المهم كاين هذا اللي داير بحال اللقلق، كاين الطاووس وكاين عام والجمال واللاما اللي كانت ايوا صافي كما كتشوفوا اللي كاش كاينين هنا، وكاينه النافوره، وكاينه جلسه في الربيع، وكاينه جلسه في الخيام، وكاينه جلسه في يعني حدا الماء، وكاين بلاصه الالعاب كما كتشوفوا هادو لي بيروشتا هما كاينين. وخليكم مع هذا الفيديو الزوين بحالكم، ونتمنى يعجبكم، ونتمنى ديروا لي واحد لايك وواحد المتابعه في الصفحه ديالي تاع الفيسبوك، وابوني في سميتو في الانستغرام وفي اليوتيوب. هنايا بلاصه النعام وبلاصه الجمال، هنا ما كانوش خرجوا دوك الله، ما كانوا مسجلين في دوك لي كاج اللي من ليه. كما كتشوفوا هنا عرفتي المنظر واعر الصراحه، راه ماشي بحال صورت، بحال كنتو داخلين ليه. كما كتشوفوا عرفتي هاد البلاصه اللي حابسين بها الحيوانات. كما كتشوفوا دايرين تما داك السرج تاع العود والنعامه. راه انا كانوا ولادي والزوج اللي كانوا باغيين يتصوروا معاه عطاوها بالدرج جات كتجري لعندهم شويه ما تنقب واحد فيهم، وكنقول لهم عندك. ايوا المهم هي سبحان الله شو النعامه كي دايره عرفتي، عندها شي رموش تبارك الله ما شاء الله. ايوا المهم كاينين 2 نعامات هنا. عاد ان شاء الله غادي نمشيو باش نشدو الجليسه ديالنا وغادي نجلسوا غنكونسومي. انا ما نكذب عليكم هنا بالنسبه ليا ديت معايا كاسكروت، يعني ما عرفاش الاثمنه كي دايرين وما عرفاش القضيه تما كي دايره. يعني في الاول مشيت ديت معايا كاسكروت، درت لي بانكيك وديت معايا شي حاجه خفيفه للوليدات على سبيل جاهم الجوع، ولكن حنا خلاص كونسومينا يعني هي
باش نعرفوا الاثمنه بعدا كي دايرين اول مره غادي يمشيو يلاه تحل يلا ميم با سيمانه باش تحل. كيما شفتوا هاد الكليسات كاينين على برا، كاينين اللي فيوتو هكا، كاينين دوك الكراسه اللي فيهم اللوينات بالقيطان، كاينين يعني كاينين شله جلسات هنا كما شفتوا الخيامه هما هنا. راه لقينا كلشي عامر من لحسن الحظ، لقينا وحده خاويه، وحده اللي لقيناها خاويه وبسنا فيها مع شديناها. جات جارتي وراجلها حتى هي كتقلب فين تجلس ما لقات فين تجلس. عرفتي المنظر بالنهار ماشي هو بالليل. نتوما تبعوا معايا هذا الفيديو وغتشوفوه بالنهار وغتشوفوه بالليل، كيتحل من الصباح حتى الوحده ونص الليل. هنا شدينا البلاصه ديالنا، خلينا رجال يكونسوميو داكشي اللي بغينا، وديت الدراري للالعاب. كما كتشوفوا رميسه عرفتي راه كتجري، لقات فين تجري ولقات فين تلعب. كاينين هادو يعني الالعاب يلا داروا شي حاجه قليله. راه كما قلت لكم يلا السيمانه دي باش تحل. ايوا انا ضروري خصني نلعب اللهم ارحمنا، زوار اللي كيقولوا الشلوح ديالنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا. انا طلعت انا وبنتي وبدينا كنتزعلوا. عرفتي واحد الاحساس رائع. تفكرت الطفوله وتفكرت الزمن الجميل وتفكرت شله. كما كتشوفوا راه رميسه جالسه عجبها الحال، وانا هنا التقيت مع واحد جارتي مسطيه اكثر مني كنقول لها زيدي بلاصتك تزعلي حتى انت، يلا رجعي باش ما نزعلش انا بوحدي. ايوا المهم هنا البنيوتات راه شدتهم السيده اللي مشات معنا، وبدات رميسه كتنقز وكتلعب، يعني فرحانين بالخرجه وفرحانين بسميتو. ايوا كما كنقولوا ديما الله يدوم علينا نعمه يا ربي. والانسان ما فيها باس يخرج وليداتو، يخرج يفواج، يخرج يبدل الجو. اختي راه الدار كتمرض وكتطلع في الراس، خصوصا انه كنهضر على الناس اللي ربات البيوت، يعني ما خدامات ما والو، جالسه في الدار. وما واخا الخدمه تاع الدار ما كاين ما صعب منها، ولكن الحمد لله على كل حال. كما كتشوفوا هنا رميسه عرفتي شافت الماء مبغاش تفرق ليا مع الماء. كما كتشوفوا عرفتي راه فزقات ليا، بدا بينا نشوف فزقات ليا المونطو وفزقات ليا الكسيوه. انا كتلعب صافي. غادي نمشيو دابا ان شاء الله باش نجلسوا. كما شفتوا راه الناس بداو كيدخلوا، يعني الدنيا بدات كتعمر، ولكن حنا ما مشينا منها حتى تقريبا وديك شي 9 الليل عاد ديمارينا. انا صافي وصل اتاي، بديت كنخلف. انا راه مولات اتاي وجالسه حدا الصينيه، ديما الصينيه حدايا. انا راه جالسين كما شفتوا الجليسه عرفتي واعره داكشي بالخشب وبداك دوك الفراش تاع اصحاب الصحراء واصحاب البلاد، يعني داكشي داروا هذا السيد زعما الله يعطيه الصحه، دار مشروع رائع. هنا البنيوته تيوقفوا عليهم هادو تاع ميكي ماوس. ها هي البنت هربت عند امها ورميسه كيضلف يجر فيها ايمن، ما بغاتش تمشي لعندهم عرفتي كتخاف. وهما راهو بقاو واقفين عرفتي صافي جلسوا في واحد البلاصه ما بقاو يتحركوا. اما واحد السي حاكم واش كيعنك فيهم ايمن ديك راهما خلاص ما كيخافوش. رميسه حدا كدير بيبي على عن بعد صافي. وكما قلت لكم راه ملي كتدخلوا كيديروا يا الشعبي. ملي يلاه دخلنا هنا كان الشعبي متلوق، ملي بينا نخرجوا جابوا القناوه. شوفوا المنظر بالليل كي داير عرفتي داكشي راه رائع. ودوك الخيام شاعلين فيهم دوك الضو خفيف، يعني واحد المنظر الصراحه نتمناه لاي واحد. وكما قلت لكم عرفتي واحد الجو رائع، راه ما سخيناش نجيو منه جالسين علينا هما يلا انا ديك السيده تلاقينا وبقينا مجمعين ومتكيين لا وحاطين ديك التكه تاع اتاي. والله الا واحد الجو رائع. هنا القناوه بداو كيلعبوا كما كتشوفوا الدخله هي هذه والضواء والنافوره، وراه هنا حلوا يعني شعلوا النافوره. ايوا هذا مكان. تبعوا الفيديو حتى الاخر ونتمنى يعجبكم، وما تنساونيش كما قلت لكم في واحد اللايك وفي واحد الابوني وشي تعليق زوين في حقي وفي حق وليداتي وفي حق الزوج الكريم. شكرا لكم بزاف على الناس اللي كيصيفطوا لي في الخاص، وشكرا للناس اللي دايرين فيا الثقه، وشكرا للناس بزاف اللي كيسولوني نجات منينتي. المهم شكرا لكم بزاف. يلا تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر الى فيديو جديد ان شاء الله.